دايما شباب. ايوه فعلا زي ما انت سمعت كده، انت حضرتك هتفضل دايما شباب مهما تقدمت في السن. مجرد رقم. يعني ايه الكلام ده؟ انت هتفضل على طول شباب وهتحتفظ بالحيوية والنشاط بتاعك وصحتك، والدنيا هتبقى معاك جميلة. لان ببساطة العلم دلوقتي بيقدم لنا تقنيات حديثة بتحاول ان هي تعالج علامات تقدم السن والشيخوخة المبكرة. علشان كده احنا عن طريق استخدام العلم الحديث قدرنا نتغلب على المشكلات. يعني اللي قدامك ده ببساطة انت حضرتك هتعرف ان هو سنه كبير عن طريق ايه. اولا هتلاقي تحت العين بدأ يحصل تهدل في الجلد، وبدأ يكرمش، وبدأت تظهر التجاعيد اللي موجودة، وبدأت تظهر فراغات في كأنها حفر كده موجودة في الوجه، ويبتدي السن والعبوس يبان على الإنسان. ودي كلها ليها علاجات، وممكن ان احنا نعالجها بطريقة بسيطة جدا. يعني البشرة بتاعتنا نقدر ان احنا نغذيها بالفيتامينز اللي تستخدم فيها تقنية الميزوثيرابي عشان يدي الفيتامينات دي مباشرة للجلد بتاعنا. برضو ممكن نستخدم مادة البوتوكس عشان تفرد العضلة وتخلي الكرمشة اللي موجودة في البشرة بتاعتنا تبتدي تختفي. برضو ممكن نستخدم الفيلر عشان نملأ التجاويف اللي موجودة في البشرة بتاعتنا وفي الوجه بتاعنا، ونقدر نملأ الأجزاء اللي فقدت فيها الدهون وبدأت تظهر نقر وحفر في البشرة بتاعتنا وفي وجهنا. فنقدر عن طريق مادة الفيلر اللي احنا بنحقنها ان هي تبتدي تجذب المية وتبتدي تمنى وتبتدي ترجع تاني نضارة وحيوية بشرتنا. لو عندك اي استفسار علق على في الكومنتات بتاعتنا، قول لنا الاستفسار بتاعك وهنجاوبه، او تواصل معنا على الخاص وان شاء الله تعالى هنفيد حضرتك. تابع معانا عشان تعرف سر جمال المشاهير وازاي بيحتفظوا بالبشرة الجميلة النضرة. ده اللي هتعرفه معانا. شكرا جزيلا اصدقائي الاعزاء.